don't like much. We gone for a year, only know like once. Life move fast. لا انتهيت. ما تتصوروا قديش عجبني شعري، صار صحي وحب كمان الغرة. أنا قصيت الغرة وندمت عليها ندم كتير شديد، بس الحمد لله صارت جميلة. كنت كثير بهتم بصحتي، لهيك طبخت هلا، طبخت أكل بجنن راح أورجيكم. حبايبي هلا رجعت لكم. هلا رح نتكلم شوي ورح اعمل كمان سكين كير تبعي قبل النوم. اول شي رح نتكلم عن انا كيف اجيت للصين وليش اختاريت الصين من الاول. رح نضفوا شبهات، بتعرفوا هدول حتى لو استحميتوا نضفوا وشكم. اول شي انا لما كنت ادرس بالسنه اولى ثانوي كنت بقول يعني انا ما بدي اني اكمل دراستي ببلدي، بدي اروح لبلد اسيوي وكمل دراستي هناك وتعرف على ثقافات جديدة وناس جديدة وتعرف على كتير أشياء، لأنه أنا كنت كتير بحب البلدان الآسيوية وكنت بشاهد الدراما كل شي، يعني كنت كتير بحبهم. لهيك كان أكيد لازم أنه أعمل شي بعد الدراسة وأروح أدرس. كانت الخطة يعني من الأول أنه أروح أدرس بمكان آسيوي. بعدين بلشت أبحث أنه بدي أروح أدرس في كوريا، بس كوريا كانت كتير غالية، لهيك سحبت على الفكرة وبديت أبحث ووجدت كتير طلاب من بلدي بيروحوا للصين. وتخيلوا ما نمت للكامل أنا ما نمت، كنت بس بشاهد الطلاب كيف بيروحوا، كانوا بيعملوا فلوقات وكتير أشياء. حتى هذا التونة يعني كنت كتير يعني حبيت للصين، لأنه قبل كنت بشاهد دراما الصينية، بس ما كنت كتير يعني بحب الصينيين. بعدين خلاص جتني هي الفكرة، والليل كامل والله الليل كله ما نمت حتى للصبح. بعدين اجى أبي من العمل ورحت كده بجي عنده، قلت له بابا بتعرف شي، أنا بدي إنه أروح أدرس بالصين. قال لي تعرفي الصين وين ونحن وين، حتى لو بدنا إياكي أو بدنا نشوفك راح نحتاج كتير وقت نشوفك وكذا وما أدري إيش يعني، وأنتي لسه يعني لازمك إنه تخلص هي السنة وفي سنتين يعني بعد هي السنة وبعدين نشوف يعني شو تعملي. قلت له لا، لازم هلا تعطيني وعد إنه راح تساعدني وراح أروح أدرس بالصين. قال لي من عيوني. خلاص أنا كتير بحبك لك يا بابا. وبعدين مرت كل هاي السنة وأنا بس يعني كتير يعني بقول خلاص رح أدرس بالصين، رح أروح وكده، وبلشت أفتش عن كيف أتعلم. خلاص يعني مرت هاي السنة ونجحت بالسنة الأولى ثانوي والسنة الثانية وجت السنة الثالثة. السنة الثالثة كان لازم أنه أدفع بالشهر 3 أو 4، أوكي، وأنا كان رح استنى شوي وشي كمان يروح التونر وبعدين رح أحط فيتامين سي. كان لازم أنه استنى شوية وقت يعني وبعدين أدفع. بس أنا المشكلة أنه ما راح أخذ الشهادة تبعي، يعني شهادة البكالوريوس تبعي إلا الشهر 7 في شهر 6، والشهر 6 التسجيل بيخلص. ولشت كثير أفكار تجي لعقلي وكيف شو راح أعمل. خلاص حلمي راح وبلشت أبكي وما أدري إيش. وبعدين سلمت أمري لله وقلت حتى لو يعني التسجيل خلاص انسحب عليه، لو ما قدرت يعني أفوت الجامعة هي السنة راح أفوت السنة الماجية. أوكي، بعدين عملت الامتحان السنة الثانية ثانوي ونجحت. الثالثة يعني السنة الأخيرة مشان أتقدم للجامعة والحمد لله نجحت. لما نجحت يعني قلت كان أبي وإخواني كانوا بيضغطوا علي مثلا أسجل بالجامعات اللي
يلي بمدينة تبعي، وأنا كان كتير يعني ما بدي أسجل، لأنه بعرف لو سجلت خلاص لازم أنه أنسى، حتى أنسى أنه أدرس بالصين هاي ال4 سنوات. لا رح أروح بالماجستير، وأنا ما بدي ولا تأخير، لأنه كنت كتير excited، كان بس بدي أروح. خلاص قلت لهم لا ما رح أسجل، رح أشوف. وبعدين تكلمت مع مكتب، وهن يلي قالوا لي لسه التسجيل ما انغلق، وبديت أسجل معاهم، جمعت الأوراق تبعي كل شيء خلاص. وقالوا لي بعد I think شهر أو شهر ونصف قالوا لي خلاص انقبلتي بالجامعة، وهي جامعتك وهي مدينتك. خلاص كنت كتير فرحانة، بس كان لازم أني أدفع كمان الفيزا، وإني نتكلفوا بالفيزا وكل شيء. بعدين بعد شهرين تقريبا، لا بعد شهر تقريبا خرجت الفيزا تبعي خلاص. وجين ب19 في شهر 9، أيوة 19/9 جيت هنا للصين، وكنت كتير ما بعرف شو رح يحصل، لأنه كان عمري هداك الوقت 17 سنة، وهي أول مرة يعني أبتعد عن أهلي. كنت كتير خايفة، وكنت بس ببكي. بعدين خلاص انسجمت، وكانت كل شي بخير. وهلا بدي أعطيكم نصائح من شان الجامعة. لو أنتوا هلا بدكم تدرسوا بالجامعة، أول شي حطوا حدود مع الناس، أوكي؟ ما تدخلوا بحياة ولا حدا، وما تخلوا ولا حدا يتدخل بحياتكم. حطوا حدود معاهم، لأنه أول شي أنتوا لما بتبلشوا يعني تكلموا معاهم يعني جيد وكده، هدوك الناس بتخطوا حدودهم، وأنتوا كمان أحيانا بتخطوا حدودكم، وهذا شي سيء، لأنه هي العلاقة ما رح تدوم أبدا. لهيك أول شي خلوا حدودكم مع كل الناس. أي شي جيد بدك تقدميه لشخص، قدميه لنفسك أنت الأول، وبعدين قدميه لهذا الشخص. لأنه الناس لما أنتوا بتفضلوهم وبتعطوهم مثلا مكان بحياتكم، وهي المكان يعني جيد، بيشوفوا حالهم، بيحسوا حالهم إنه أفضل منك وما أدري إيش. أنت بس ما بدك تخليهم، ما بدك تصغريهم، يعني ما تعطوهم attention. أنا بحب إنه أشرب فيتامين سي، هاد كتير جيد للجسم، للأشخاص اللي بيتعبوا كتير بسرعة مثلي، يشربوا فيتامين سي كل يوم وشوفوا. أيوة، وتاني شي ما تعطوا رأيكم بحياة ولا أي حدا، وما تخلوا ولا أي حدا يعطي رأيه بحياتكم، وخلوا حياتكم private. يعني ما تتحدثوا عن حياتكم أو يعني عن عائلتكم أو أي شي. خلوا بينكم وبين هدول الناس بس مرحبا والدراسة وبس، ولا شيء تاني. لأنه في يوم أنت راح تنفصلوا عن الناس بطريقة أو بأخرى. لو كان الانفصال يعني عادي، ولا شيء راح يحصل. ولو كانوا هاد الناس توكسيك، راح يحاولوا انه يأذوكي بأشد الطرق. احيانا راح يقولوا انك انت شخص توكسيك، او احيانا يحاولوا انهم يقولوا اشياء سيئة عنك. مثلا انا لما اجيت هنا للصين كنت ما بتكلم اللغة الانجليزية كتير جيد، وكمان اللغة الصينية تبعي يعني كنت بس اللي تعلم، بس الحمد لله بس 4 شهور تعلمت وكان كل شيء تمام. وفي شخص تخيلوا لما أنا انفصلت عن هذا الشخص، إجا وقال لي أنتي الصفر، أنا أفضل منك. يعني هاد كتير شي مقرف، لأنه هدول أشخاص ما عندهم ولا أي ذرة احترام. لما بيحاول أنه يحط حاله أنه هو أفضل من شخص تاني، وبدون أنه هو عن جد أفضل من شخص تاني، فهو بس بيحاول أنه يبرر عن النقص اللي عنده هو بالذات تبعه. هو ما بيشوف الأشياء الجيدة بهذاك الشخص، بيشوف بس الأشياء اللي هو بيحس أنه هو أفضل وما أدري إيش. وبعدين لما يجلس مع حاله هو أصلا ولا أي شيء. أنا بتجيني أنه كتير سيء ومن قلة الاحترام أنه نقص بحدا أو نقص من شان حدا أو أي شيء. أوكي، وهذا هو اللي بحاول أنه أقولكم من الأول. خلوا حدود مع الناس، ما تحكي لهم عن حياتكم، ما تحشروا حالكم بحياتهم، بس اهتموا بحالكم وبعدوا عنهم. خلوا بس المساحة. شيء لا تقارنوا أبدا حالكم ولا أي حدا
لو شو ما كان هذا الشخص، لو شو ما عمل بحياته، تقارنوا حياتكم أبدا بحياته، لأنه كل شخص بهالحياة، وأنا دائما كنت بقولها، عنده تجربته الخاصة. أنت عندك تجربتك الخاصة وعندك أشياء جيدة فيها وممتازة فيها، وهذاك الشخص كمان عنده عيوب وعنده أشياء جيدة فيها. لكن لهيك ما تقارني حالك بحدا وما تنقصي أبدا أبدا بحدا، لأنه maybe اليوم أنت نقصتي بحدا وبعدين هو راح تشوف أنه هذا الشخص في كتير أشياء جيدة عن جد، يعني بحياته عن جد هو بيعمل كتير أشياء جيدة. لهيك لا تقارنوا أبدا حياتكم ولا حدا، وحاولوا أنكم تقارنوا أنفسكم بالبارح أو بالسنة الماضية. أنا شو كنت بالسنة الماضية وأنا شو هلا. هلا رح أتكلم عن الريليشنشيب. لو كان في شخص ما رح يزيدك بحياتك ولا أي شيء، احذفي هالشخص من حياتك. ليش دائما في شيء بيزعجكم وبيضل يتكلم كده 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 كده، ويمكن انك انت تطفيه بس ما بتقدري، انت بس بتضيعي الوقت، ميبي رح يتغير ما بيش. لو في شخص ما رح يفيدك ولا اي شيء، احذفيه من حياتك وعيشي حياتك. وكمان انسي، الوقت رح يغير كل شيء بهاي الدنيا، رح ينسيكي، رح يشفيكي كتير اشياء. او تاني شيء، اهتموا بحالكم. أنا أبدا ما رح أشوف في بنت يعني بتهتم بحالها وبدها الأفضل لحالها وكتير أشياء ورح أقول ميبي هي البنت ما بتحب نفسها أو هي البنت ما بتوثق بحالها. أبدا، لو هاي الشخص بيهتم بحاله وبحب حاله أكيد رح يبين كيف في نفسه. لو في أشياء بيأذوه خلاص بيغير هي أشياء بحياته. فهمتوا شو بقصد لكم؟ اهتموا بحالكم، لأنه عن جد لما تبلشي تهتمي بحالك في كتير أشياء رح تتغير وانتي رح تلاحظي. هلا وصلنا لآخر الفيديو. أنا كتير بحبكم، وشكرا كتير لأنكم شاهدتوا الفيديو للآخر. شكرا على اللايكات والتعليقات الجميلة تبعكم. لا تنسوا لو أنتم جدد تعملوا سبسكرايب وتعليق حلو مثلكم، وكمان لايك. أنا كتير بحبكم. باي باي، نلتقي بالفيديو الماجي I think next week.